اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. صباحكم زي الفل. عادة لما بنقوم من النوم الصبح بيبقى أهل البيت كله راح لأشغاله. اللي عنده عيال في مدرسة بتروح المدرسة، واللي عنده أولاد كبار بيكونوا راحوا أشغالهم. فدي البيت بيبقى هادي كده وبيبقى مملكة ليكي لوحدك. ده أنا بتكلم على ست البيت اللي هي ما عندهاش شغل. بتقومي من السرير وعادة بندعي ربنا إن ربنا يبارك لنا في اليوم ويبارك في يوم ولادي وفي زوجي. أول حاجة بنعملها أول ما بنقوم من السرير بندخل الحمام. بتبتدي تغسلي وشك وسنانك وترتبي شعرك وتتوضي. بس قبل ما بعمل كل بدخل ألاقي الحمام بعد نزول الولاد للشغل مش مترتب قوي، فببتدي اخد الفوطة اللي مش نضيفة ادخلها الغسالة، اطلع الغسيل بتاع امبارح اللي انا غسلاه من بالليل وادخل الغسيل الجديد، ادخل الفوطة وارتب الدنيا كده جوه الحمام، اخد الحوض في ايدي، التويليت في ايدي، ابتدي بقى اتشطف وكده واتوضى عشان اطلع اصلي الصبح. ده في حالة لو ما صليتش الفجر. بعد كده بلف اخد دورة كده في البيت والف على البيت لو في حاجة قدامي وسخة وبتاع عشان املى الغسالة عشان اخليها تشتغل، علشان بعد ما الغسالة بتشتغل بكون انا مثلا طبخت روقت عملت، تكون الغسالة خدت دورتها وخلصت حياتها ولان دي بتبقى اطول فترة في الغسيل، بياخد وقت طويل. ببتدي بقى الف على البيت كله وافتح الشبابيك، سواء كنا في الصيف او في الشتاء بنحاول نفتح الشبابيك عشان نجدد الهواء ونطرد اي كسل موجود في البيت او ريحة مش مستحبة موجودة في البيت. طبعا اكتر اوضة بتبقى متبهدلة هي اوضة الليفينج اللي قدامها التلفزيون، فبنخش على الكنبة اللي اللي قدام التلفزيون، بنبتدي ننفضها ونرتب الخدديات اللي فيها، لو في مفرش بنعدله، لو في حاجة مش يعني مكركبة بنعدلها، في كوبايات من امبارح بنلمها، لأن النظافة دي هي اللي بتفتح النفس على تكملة النظافة في البيت. بعد كده باخد الغسيل اللي طلعته من بالليل، ببتدي أنشره في البلكونة، والصبح وانتي بتنشري، لو الجو ساقع بتنشري بسرعة بسرعة وبتدخلي، لكن لو الجو حلو وريحته حلوة بتفضلي قاعدة كده تتفرجي على الرايح والجاي شوية كده. وبعد ما بتخلصي كل بتقومي لو البلكونة مش نظيفة ممكن تاخديها مسحة كده قبل ما تنشري عشان تقفي على نظافة. بلكونة نظيفة وكويسة بتقومي مشيشة داخلة فين؟ داخلة المطبخ. هندخل المطبخ بقى نعمل لنا كوباية حاجة سخنة، نسكافيه، شاي بلبن، في قرقشتين بناكلهم. والله انتي من الناس اللي بتحبي تفطري تعملي بيضة مقلية، بيضة مسلوقة، المهم تفطري جنب كوباية الشاي. وبعد ما بنخلص الفطار بنبتدي نخش على الأكل. المطبخ بتكوني مطلعة الحاجات، يا إما عارفة انتي هتعملي غدا ايه، يا إما هتبتدي تفتحي التلاجة والفريزر وتشوفي الدنيا فيها ايه. لو عندك حاجتك تمام، ما عندكيش حاجتك هتلبسي وتنزلي وتجيبي الطلبات. حاجة ناقصة حاجة كده بتبتدي تجهزي. طيب النهاردة قلنا نعمل محشي علشان هما بيحبوه، ونبتدي نسبك صلصة، اللي بيحب يسبك، اللي بيعمله في ني بيعمله. واحنا بنشتغل دايما في المطبخ بنحاول نسبح ربنا، بنشكر ربنا على نعمه كتير اللي أنعم عليه اللي عنينا بيها، عشان الطبيخ يطلع بنفس حلو والأكل كله يطلع طعمه زي السكر. بنخلص الغدا، وبعد ما بنخلص الغدا بنبتدي نمر على البيت بقى اللي عايز يتكنس. أنا بحب أخلص الغدا الأول بعدين أدخل على البيت.
كده كده قبل ما بننام بنسيب البيت نضيف، يعني كده كده قبل ما بننام بنسيب البيت نضيف، المطبخ نضيف، غاسلين كوباياتنا، غاسلين حاجتنا، بنسيب المطبخ على قد ما نقدر كويس، في حالة ان احنا اللي يقوم الصبح رايح شغله ما يحسش ان البيت مهرجل او المطبخ مهرجل. فبندخل على البيت بنكنس، لو في بطاطين بتتطبق، ملايات مش نظيفة بنلمها ونغسلها، كوبايات هنا وهنا طبعا بندخلها المطبخ وبتتغسل أول بأول. أي حاجة تدخل المطبخ بتتغسل، ما نفضلش نحوش. قدام باب الشقة بعد ما لبسوا الجزم وخلصوا بنكنس برضو، بنبتدي نشغل المكنسة بالكهرباء بقى على البيت كله. معانا فوطة، أي حبة ترابة كده هوت على أي مكان بنمسح ونلمع. ده يوم عادي جدا مفهوش تنظيف لأي حاجة عميقة ولا أي حاجة يعني مش نظيفة، ونرتب الدنيا والبيت يبقى هادي مكنوس، المطبخ اتعمل. ابتدي ادخل على الغسيل، الغسالة بتكون خلصت، ادخل على الغسيل لو في الغسيل على المنشر خلص نشف، يعني لان احنا في الشتاء الغسيل بيغيب. ابتدي الم الناشف وازود عليه من اللي هو طالع من الغسالة واقفل الدنيا. بعد كده هو بنسمع بقى طبعا ايه مفتاح الباب. اول ضيف بيجي أو يعني اول واحد من الولاد بيرجع، بيكون راجع من الشغل، وعادة بتكون بنتي، واول ما تشوفني تدخل عليا وتقول لي عاملين غدا ايه. اول حاجة بيدخلوا عليها الولاد ان هم يخشوا يعروا الحلل ويشوفوا ايه الاكل اللي ماما عاملاه، لان طبعا اول ما بيخشوا بيشموا الريحة، فطبعا منظرهم هم بيعروا الحلل عشان يتفرجوا على الأكل اللي أنا عاملاه، دي بتهون عليكي أي تعب وقفتي فيه في المطبخ. شوية ويدخل العيل التاني ابني، والبيت يتملي حس وحركة. بنخلص الغدا وكل واحد بيقعد بقى كده بكورنر مع نفسه، يمسك موبايله ويشوف الدنيا فيها ايه، اللي بيراجع ايميلاته، اللي بيراجع حاجته وبيخلص حاجته. يعني كل واحد بيشوف موبايله بقى والراحة وكده. بعد كده بندخل على المواعين بتاعة الغدا، دي أنا طبعا بدخل أخلص المواعين بتاعة الغدا كلها بمية دافية وصابون عشان نخلي المواعين بتاعتنا بتبرق. وبرغم ان البني ادم بيتعب في البيت، بس بيحس برضا كبير جدا وهو شايف ان البيت نظيف، اهل البيت مرتاحين، الولاد شبعانين ومرتاحين. بعد كده هو بقعد امسك الموبايل، اكلم حد من اللي اعرفهم، امسك الموبايل الف في السوشيال ميديا شوية، فيسبوك، انستجرام. بتطلعي الطاقة اللي عندك، بتتفرجي على ناس طبخة جديدة، حاجة جديدة، فكرة جديدة، تتفرجي على ناس بتلبس حاجة جديدة. الحاجات دي بتفك عن الواحد شوية. بعد كده بدخل بقى ايه، لو في غسيل برضو نشف تاني كل شوية ابص على اللي نشف وادخله، وبصلي العشاء ونقعد شوية نفر تاني في الموبايل ونشوف الصور يعني السوشيال ميديا بتبقى مليانة حاجات كتير جدا. بعد كده بنعمل بقى كوبايتين شاي ونقعد نتفرج على مسلسل اللي احنا بنحبه، انا وبنتي، انا وابني، انا وزوجي، على حسب بقى مين فيهم بيحبوا مسلسل او ما انا قاعدة جنبه واتفرج على المسلسل. وكده اليوم بتاعنا كل واحد يخش بقى في الكورنر بتاعه في سريره، واللي بينام، اللي بيقرأ قرآن، اللي بيمسك الموبايل، اللي بيكلم حد، وكده اليوم بيكون خلص. ده يوم عادي جدا من يوم أي ست مصرية، يومي ويومك ويوم أي حد. صحيح الأيام بتتكرر، بس الحمد لله نعمة وفضل إن احنا واقفين على رجلينا، نعمة وفضل إن احنا اللي بنعمل بإيدينا، نعمة وفضل إن احنا اللي بنروق، إن ربنا مدينا الصحة الحمد لله، إن احنا اللي نعمل كل حاجة. بس بكرة إن شاء الله مع قصة جديدة
من يومات ست مصرية عادية جدا.